فيلمنا بيبدأ بإلويز، البنت اللي بتستلم دعوة فرح من صديقتها فرانسيس أو فرانسي اللي هتتجوز شخص اسمه دوغ. وبيبان على إلويز الحزن الشديد وإنها متضايقة لدرجة إنها بتشطب على الدعوة جنب كلمة الرفض وبتتردد تقبلها ولا ترفضها، وبتبدأ تعيط وبتقرر تولع في الدعوة لكن بترجع في كلامها وبتطفي النار بسرعة. وبيظهر جيري وبنا، شخصين مدعوين هم كمان للفرح، وبتقول بنا لجيري إنهم لازم يروحوا لكن جيري بيرفض علشان الشغل، وبتقنعه بنا إنهم يروحوا والشغل مش هيحصل له حاجة من مجرد يوم هيغيبوا فيه. وبتبدأ دعوات الفرح توصل لناس مختلفة من أصدقاء العرسان اللي منهم جزء مش بيصدق إنه معزوم على الفرح، وجزء تاني بيبقى خجول وأهله بيحاولوا يقنعوه. ويوم الفرح بيوصل المدعوين كلهم للمكان ومنهم رينزو اللي كان خجول جدا وبيقع من على الكرسي لما بيشوف قدامه بنت. أما إلويز فبيبان عليها إنها متضايقة جدا وزعلانة وبتبص على أسماء وصفات العروسة وبتزعل إن اسمها مش فيهم. وبيظهر أخو العروسة اللي بيستغرب وجود إلويز في المكان بعد ما كانوا مرتبطين وسابها، لكن إلويز بترد عليه ببرود. أما رينزو فبتقعد معاه على الترابيزة مربية فرانسيس وبتعرفه على نفسها وبتقوله إن اسمها جو، وبيعرفها رينزو على نفسه. وبيوصلوا بينا وجيري وبيقعدوا على نفس الترابيزة معاهم وبيعرفوا بنفسهم. وبيقوم رينزو يرد على التليفون وبيطمن والدته عليه، وبتبدأ المربية تتعرف على بينا وجيري وتتكلم معاهم. وبيوصل والتر الشخص الانطوائي وقبل ما يقعد على كرسي رينزو بتنبهه بينا إن في حد قاعد على الكرسي ده، فبيعتذر وبيقعد على اللي جنبه. وبيسأل جيري والتر عن شغله فبيتوتر والتر وبيقول له إنه رجل أعمال ناجح، فبيسأل جيري عن نوع الأعمال اللي بيشتغل فيها فبيتوتر أكتر. أما إلويز فبتفضل واقفة بتتفرج من بعيد على حبيبها السابق وهو بيرقص مع حبيبته الجديدة وهي متضايقة، وبيقف وراها شخص يقول لها إن محدش يستاهل إنها تفضل تبص له ومركزة معاه لمدة دقيقة كاملة. فبتبرر إلويز لنفسها وبتقول إنها ما كانتش بتبص على حد، وإن لو هي بتبص على حد فهو كمان كان بيبص لها. فبيعتذر لها وبيقول لها إنه بيمر بيوم صعب، وبيبان على إلويز الحزن لأنها هي كمان بتمر بيوم صعب بسبب الفرح. وبتسيبه وبتمشي وبتقول إنها هتروح تقعد على الترابيزة بتاعتها. وبيبان على كل الحضور إن هم منسجمين وبيتكلموا سوا ما عدا إلويز اللي بتقعد في الحمام تقنع نفسها إن اليوم هيعدي كويس ولازم تتماسك. وبتخرج تروح تقعد على الترابيزة اللي فيها رينزو اللي بيعرفها على نفسه وبيقول لها إنه عازف طبول ومامته مطربة، ومن بعده والتر اللي بيقول لها إنه رجل أعمال. وبتسأل جو إلويز عن علاقتها بالعروسة والعريس، وبتقول لها إلويز إنها أقدم صديقة للعروسة وتعرفهم كلهم بالاسم. بيستغرب جيري ليه قاعدة معاهم طالما هي أقدم وأقرب صديقة للعروسة، فبتقول له لأنها كانت مرتبطة بأخو فرانسي وسابها وعلشان كده ما خلتهاش إشبينا في فرحها. لكن إلويز قررت تروح الفرح عشان خاطر فرانسي. وبتروح إلويز تتخانق مع تيدي أخو فرانسي اللي بيقول لها إنه سمع الرسالة الصوتية اللي هي بعتتها وقالت فيها إنها مش جاية، وبعدين رجعت في كلامها وبتقول إنها هنا علشان فرانسيس مش علشانه لأنه خانها وسابته. فبيقول لها إنه ما خانهاش وإنها بتتوهم حاجات كتير وبتتصرف على أساسها، وبيطلب منها ترجع ترابيزتها بعد ما بدأت تتعصب علشان ما تبوظش فرح أخته. وبتقابل إلويز صديقة تيدي القديمة اللي بتقول لها إنه سابها قبل ما يرتبط بيها وده العادي، واتعودت على أسلوب العيلة دي وإنها لازم تتأقلم زيها. من ناحية تانية بيتريق جيري على بينا علشان لابسة جاكيت زي الجرسونات في المكان، وبتتضايق بينا فبتتخانق معاه وبتدخل إلويز عليهم وبتقعد على الكرسي وهي متضايقة، وبيسألوها ليه زعلانة فبتقول لهم إنها حددت الناس اللي تقعد على الترابيزات وقسمتهم مع فرانسيس وخططت لنص الفرح معاه، وكانت فاكرة إنها تختارها إشبينا. لكن لما تيدي انفصل عنها قررت فرانسيس إنها تحطها على ترابيزة مهملة مع ناس ما تعرفهمش وده ضايقها، لكن قررت تيجي الفرح علشان تأكد لما تشوف تيدي قدامها إنها بقتش تحبه خلاص. وقتها بيقفوا تيدي ومعاه نيكي حبيبته الجديدة وإشبينة العروسة على المسرح وبيرحبوا بالحضور وبيعلنوا بداية الفرح، وبتقف العروسة والعريس في النص وبيبدأوا يغنوا ويرقصوا والناس حواليهم تسقف لهم، وبيقوم كل اللي على الترابيزات علشان ينضموا ليهم ما عدا إلويز. وبيروح رينزو يعرض على بنت إنها ترقص معاه وبيستأذن من الشخص اللي قاعد معاها على الترابيزة على أساس إنه والدها، لكن بيقولوا إن هو مش والدها والبنت بترفض طلب رينزو اللي بيبان عليه إن هو مش عارف يتكلم بطريقة صح معاهم وباين عليه الإحراج. وبتدخل جو الحمام وبتقابل كارول مامة فرانسيس وبتلاقيها متوترة وبتقول لها إنها متوترة لأن بنتها بتتجوز ده طبيعي وبتسيبها وبتخرج. أما إلويز فبتقف تتفرج على الناس وتدي وهم بيرقصوا، وبيقف جنبها الولد اللي شافها أول مرة واتكلم معاها وبيحاول يفتح معاها كلام من جديد، وبياخدها وبيقعدوا على جنب ياكلوا شوكولاتة، وبعدها بياخدها وبيرقصوا وسط الناس وبيشوفهم تدي من بعيد وهم منسجمين سوا في الرقص، وإلويز مبسوطة وبتضحك وبتقرر إنها تعرف نفسها بيه وبتقوله إن اسمها إلويز، وبيعرفها هو كمان بنفسه وبيقول لها إن اسمه هوك. وبيتضايق تدي وهو شايفهم سوا مبسوطين، لكن بتكتشف إلويز إن هوك اقتحم الفرح وإنه مش معزوم فيه، وبيسيب المكان وبيمشي وبتترجى إلويز إنه يقعد لكن هوك ما بيرضاش. وبيطلع تدي على المسرح يقول كلمة وبيعبر عن حب لنيكي اللي بتطلع تحضنه، وبتتضايق إلويز وبتقوم تجري على الحمام ترجع، وبتروح وراها جو بتقول لها إن تدي طول عمره أناني ووقح وهي أكيد تعبانة عشان حامل منه، لكن إلويز بتأكد لها إنها مش تعبانة عشان حامل ولا حاجة، لكن هي أكلت كتير. وبيدخل عليهم كل الموجودين اللي كانوا على الترابيزة بتاعتهم وبتطلب منهم إلويز إنهم يرجعوا تاني وهي هتبقى كويسة. وبيوصل تدي وبيلاقيهم كلهم واقفين سوا وبيزعقوا له علشان تخلى عن إلويز لما عرف إنها حامل، لكن تدي بيفاجئهم وبيسألهم لو كانت وضحت لهم إنها قالت إنه هيبقى أب سيء، فبتقول له إنه بينساش هو كمان إن سألها لو عايزة تحتفظ بالطفل وسكتت ما ردتش عليه. وبيتخانقوا سوا وبتفكر إلويز إن مامته دايما كانت بتقول إنها مش البنت المناسبة ليه ومش هيكملوا سوا.
فبيقول لها تيدي انها دايما كانت بتقول انه بيخيب املها باستمرار وانه ما كانش كويس معاها، وبيعتذر لها تيدي وبيسيبها وبيمشي. وبتجري الويز وراه وبتنده عليه وبتوقع كيك الفرح عليه، وبيتضايق تيدي اللي مش هيعرف يصلح المشكله دي، وبيتعصب وبترمي الويز كيك في الزباله، وبتروح مع اللي كانوا قاعدين معاها على الترابيزه للاوضه عشان تغير هدومها. وبيعترف والتر انه مش رجل اعمال وبيقول لهم انه خدعهم، وبيطلع كل واحد لاوضته وبيكلم رينزو مامته وبيحكي لها ان الفرح مش ممتع ولا حاجه زي ما هي متخيله عشان يقدر يلاقي عروسه ليه بسهوله. اما الويز فكانت واقفه في اوضتها قدام المرايه بتعيط، وبعد ما بتغير هدومها بتروح للاوضه اللي متجمعين فيها المعازيم اللي كانوا معاها على الترابيزه وبتعتذر لهم، فبيطلبوا منها تفضل معاهم في الاوضه لانهم هم كمان مش عايزين ينزلوا الفرح. من ناحيه تانية كان باقي المعازيم في الفرح مكملين ومحدش عارف مشكله الكيك، اما الويز والباقيين كانوا قاعدين يعترفوا لبعض بمشاكلهم الحياتيه ويضحكوا عليها، وبيقرروا ان هم يخرجوا ويمشوا ويسيبوا الحفل، يقعدوا سوا في جنينه. وبيحاول جيري انه يتكلم مع بينا اللي بتتضايق منه ومن طريقه كلامه معاها، وبتسيبه وبترجع الفندق. وبيتمشى جيري مع رينزو وبيحكي له عن مشكلته مع بينا، وبتتمشى الويز مع جو اللي بتطلب منه تنسى تيدي وتفكر في الشخص اللي حاولت تقرب منها النهارده في الفرح اللي اسمه هوك وتدور عليه. تقتنع الويز بكلامها وبتروح مع الباقيين يدوروا على مصور الفرح ويطلعوا صورته من وسط الصور، ويسالوا موظف الاستقبال عليه لكن بيقول لهم ان هو ما يعرفوش. وفي الوقت ده بيقدر والتر يشوف كيك فرح شبه اللي اتدمرت ماشيين بيها جرسونات في الفندق، فبياخدها وبيوديها القاعه بتاعتهم عشان يصلح المشكله بتاعت الويز ويرجعوا تاني للفرح. وبيدخل العروسه والعريس على الترابيزه وبيسلموا عليهم، وبتعتذر فرانسيس لالويز اللي بتقول لها انها مش مهتمه بالترابيزه اللي هتقعد عليها، المهم انها في فرح. وبتشكرها فرانسيس وتحضنها، وبتخرج الويز وبتحاول تتملك نفسها، وبيروح وراها تيدي وبيقول لها انه مهما حصل ما بينهم لازم تعرف انه هيبقى اب كويس، وبيديها طبق اكل وبيطلب منها تهتم بنفسها وبيسيبها وبيمشي. وبتفضل الويز تاكل في الحمام ويدخل عليها المجموعه اللي كانوا قاعدين معاها وبيقنعوها تجري تلحق تيدي قبل ما يركب العباره ويمشي مع العروسه والمعازيم، وبتقول له بصوت عالي انها بتحبه ومتقبلاه زي ما هو وانه مش فاشل وابنهم مش هيطلع وحش، وبتترجاه يسامحها ويرجعوا لبعض. بس العباره بتمشي وبتحس الويز بالاحباط وبترجع للفندق مع الباقيين، واللي منهم جيري وبينا اللي بتقول انها متضايقه ان هم بيتخانقوا دايما قدام الناس. وبيرجعوا الاوضه سوا، وبيقرر جيري انه يصلحها بعد ما كل واحد فيهم قال للتاني على الشيء اللي مضايقه. وبيقدر رينزو انه يلاقي بنت معجبه بيه من المعازيم بعد ما الفرح خلص. اما الويز فبترجع للقاعه تقعد تاكل وبتجمع معاها الباقيين، وبتلاقي قدامها تيدي اللي رجع لها عمه وهو غرقان ميه، وبيقرروا يبداوا حياتهم من جديد. وبتعزف الفرقه الموسيقيه وبيرقصوا كلهم سوا بعد ما قدروا يحلوا مشاكلهم، وبيرجع كل واحد لبيته لكن بدايه جديده لحياه جديده. الفيديو ده كتبته وسجلته امل عقيل ومنتجه كريم طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الافلام الدراميه بصوت محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني. وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكون مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الكرتون والانمي. سلام.